مليتوا من البركة المقلية طول شهر رمضان، شو رأيكم نعملها مشوية؟ رح أعطيكم عجينة تشتغل معكم شوي بالفرن وقلي بالزيت وحتى بالقلاية الهوائية، يعني 3 بواحد. شو بدكم أحسن من هيك؟ شو رأيكم نشوف الطريقة؟ يلا. يعني بعطيه لحماتك بلا بخلنة، بعطيه لأمك، لأخواتك، لبنت حماكي، للصبايا اللي حواليكي. وإذا ما بدكم كل هاي اللبكة اللي صارت بهذا الفيديو، هذا معمول بزيت الزيتون الأصلي. شوفوا ما شاء الله. هلا حنقول بسم الله ونعجن العجينة. طبعا أنا هذا الفيديو المفروض أعمله بالمطبخ، ولكن أنا هنيك بعمل 5 كيلو، ودائما بتقولوا لي بدنا كميات صغيرة. هلا رح أعمل نص كيلو بكل بساطة وبدون تعقيدات وبدون عجانة. بسم الله. معي نص كيلو طحين. نص كيلو بيطلعوا تقريبا معياريا 2.5 كوب، أو بيطلعوا من هاي الكاسة 3 وربع تقريبا، 3 كاسات وربع من هاي. هلا بدي معلقة نشا تقريبا 18 جرام. بدي كربونات الصوديوم ربع معلقة شاي. سكر أبيض بدي نص معلقة. هلا بالنسبة لهي العجينة فيني أعطيها حبة بيض إذا بدي إياها بس للفرن، ولكن أنا هون بدي إياها متعددة الاستخدامات، يعني للقلي، للفرن شوي، أو حتى القلاية الهوائية. إذا أعطيت بيض لهي العجينة بالقلي رح تغمق كتير، فهيك حخليها بدون بيض. انتو إذا بدكم إياها بس الفرن أعطوا حبة بيض. معلقة زبدة تقريبا بحرارة الغرفة. 40 ميلي من الزيت، زيت أبيض عادي، تقريبا بيطلعوا كاسة شاي هيك. حخلي شوي لآخر شي بس لأنعم فيها العجينة. وهلأ بقلب. بدي أفرك الزبدة بالطحين. بسم الله. رشة ملح بسيطة. بدي هون تقريبا 250 ميلي من المي، أكتر أو أقل شوي. هون طالعين معي 1.5 كوب. حجرب أول الكوب. بسم الله. هلا بضيف أولة أشوام سرسوبة مي. هيك بنقول نحن سرسوبة مي بالشام. هيك كفاية مي. هلا الزيت اللي تركته بالبداية رح نعمل فيه العجينة. شايفين آخر شي هيك، ها تلموه لعنكم هيك. هلا بدنا نريحها شوية زيت ونحطها. هلا هيك بنتركها ترتاح بين ما نعمل الحشوات ولا أطيب من هيك. اخترت لكم حشوتين كتير طيبين، الأولاد حيحبون، انتم حتحبون، وكلكم حتحبون. هلا بنغطيها لترتاح شوي. وهلا أول حشوة اللي حاعملها هي حشوة السبانغ، وهون معي 3 حزم من السبانغ. أنا منقيهم وغاسلهم ومنظفهم. هلا بدنا نقطعهم أو نخرطهم مثل ما بنقول. بسم الله. هلا رح احطهم بهي الطريقة مع عيدانهم، ولكن ما تكون العيدان اللي هي التخينة كتير، تكون مزعجة، ولكن إذا ناعمة ما بيأثر. يعني وصفة غنية بالفيتامينات وخصوصا الحديد، مفروض الكبار والصغار ياكلوها ليستفيدوا منها. بدي زيت زيتون. بسم الله. لازم يكون زيت الزيتون ظاهر فيها ويكون ظريف. هلا بدي بصل، تقريبا البصل لازم يكون ظاهر فيها. رح اقطعها ناعمة بهذا الشكل. هلا بدي توم مو مفروم، انا تقريبا مقطعه شرايح صغيرة. في سر بالبصل بهي الوصفة انه ياخد اول لونه الذهبي، اللدعة تبع البصل كتير بيطلع طيب بالسبانخ. هلا بس نوصل لهذا اللون تقريبا نكون نحن جاهزين انه ننزل السبانخ. بس مو تحرقي البصلات وتحطيها بظهري تقولي والله انا قلت هيك. اللون الذهبي
قبل جناح الدبور بشوي. بسم الله. هلا كل هاي الكمية بترجع كمية صغيرة. هلا بقلبها تقليبتين مشان البصل يتقلب فيها والثوم، وبعدين برجع بكمل تتبيلتها. هلا بحط ملح، رشة من الفلفل الأسود، بعطيها كزبرة ناشفة، كمان بعطيها أنا كزبرة خضراء ولكن مو هلأ. هلا بالنسبة للسماق ما حاعطي سماق هلا، حاعطي سماق على البارد بس صفيها. هلا على الصعيد الشخصي بعطيها شوية كمون، رشة بسيطة. بسم الله بنقلب. كمان هون نصيحة كرمال ما تمخت معكم السبانخ، بدي أعطي ذرة ملح ليمون بسيطة، يعني أقل من ربع معلقة شاي. هلا معي كزبرة خضراء طعمها فيها تقريبا نص حزمة لهالكمية. بنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بدي أتركها كثير على النار كمان. وهلا طيابة هالأكلة بدي بس رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في عندكم رمان حطوا، ولكن أنا بالتخزين أي شيء للتخزين مثل الكبة المشوية مثل هي الأكلة، إذا للتخزين ما بحط حب رمان لأنه بالفريزر رح ينتزع. بصفيها. وهلا التتبيلة الثانية الشاورما. الشاورما اللي أنا عاملها بمطبخي بيكون طبق جاهز هيك للبيع، فيكم تاخذوه بأي وقت. هلا بدي بس قطعها. بسم الله. شايفين كيف تاخذوها هيك جاهزة شاورما ولا أطيب. هلا بدي أقطعها بشكل عشوائي أصغر. بسم الله. هلا هيك بدي التقطيعة صغيرة. هلا بدي شوية زيت. بسم الله. بصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بنزل الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف لها فلفلة ملونة تقريبا شي بسيط ما بكتر. هون أنا أخذ يا دوب يعني أقل من ربع اللون الأحمر وربع اللون الأصفر والأخضر، حبة كاملة. الشاورما متبلة بس بدي أضيف ملح للخضار، يعني كمية الخضار اللي حطيتها تقريبا. بدي أضيف بابريكا حلو وبس هيك لأنه أصلا أنا الدجاج متبله. بسم الله. وهلا عجينتنا بإذن الله جاهزة. شوفوا لي على هالعجينة ما أحلاها. هاي العجينة اللي دائما أنا بقول لكم إذا بتجربوها ما عاد تجربوا غيرها، ومكفولة 100%. عجينة ولا أروع. شوية طحين. أنا بدي جزأها لكرات صغيرة. بسم الله. بدي خلي كرة بس أكبر من الكرات الباقية. هنقول هاي مثلا نخليها أكبر وحدة، وهدول طلعوا معي 2 4 6 وهي لوحدة. هلا بكورهم، بغطيهم بس دقيقتين مو أكتر وبرجع بشتغل فيهم. بسم الله. هلا شو الفكرة؟ إنه عملت هاي العجينة كبيرة، هاي بدها تكون حاضنة لهدول كلهم. هلا هدول بشيلهم على جنب. شوية طحين. بسم الله. وبنفردها. هاي بشيل على جنب. بدي افتح هدول الصغار كمان، حافتحهم كلهم. بسم الله. وهلا هيك جاهزين نحط الزبدة. بسم الله. هلا بدي زبدة تقريبا سايحة بحرارة الغرفة
بدهن بهي الطريقة. وكل ما كانت الزبدة طيبة كل ما كانت العجينة معكم أطيب بعد الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف؟ هلأ بجيب كمان طبقة من هدول اللي عملتهم. كمان بدهنها زبدة. كمان طبقة تانية. كمان بعطيها زبدة. هلأ طبقة وهي كمان زبدة. يعني عجينة كتير 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 ظريفة هيدا تكون. بسم الله. هلأ بدي اجيب هذا الطرف هيك، تمام. وهذا الطرف شوفوا شلون بنشد معي لهاي الناحية، وهي الناحية كمان شايفين كيف؟ كمان هذا الطرف بهي الطريقة، وضغطة بسيطة. شايفين؟ عم بضغط ضغطة بسيطة بإيدي. وهلأ بدي ريحها بالبراد. شايفين ما أحلاها؟ بسم الله ما شاء الله. بقفلها كتير منيح. وهلأ بدخلها على الثلاجة نص ساعة تقريبا. بدي اياها الزبدة تشد معي والعجينة شوي تقسى. هلأ على البراد. هلأ طلعتها من البراد. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عجينة ولا أروع. هلأ شوية طحين كمان على الوش، شوية طحين وضغطة بسيطة. ما بدي اضغط ضغطة كاملة مشان الزبدة اللي بقلب العجينة. ضغطة بسيطة على الجناب وبفردها شوي شوي. وهلأ الوش الثاني. هلأ كمان بلفها بهي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي طريقة تانية هيك. شايفين؟ هلأ هي بتركب بالبراد حوالي 10 دقايق كمان قبل ما اشتغل فيها. وهلأ طلعتها من الثلاجة للمرة الثانية. شوية طحين. هلأ أنا ما بدي إياها عجينة مثل الجلاش، ورق الجلاش طبقات اللي هي تعمل هشة كتير. لا، ولا بدي إياها أنا مثلا عجينة كتير ثقيلة. بدي إياها هشة خفيفة، لأنه هي متعددة الاستخدامات. فيكم تستخدموها قلي، فيكم تستخدموها بالفرن أو بالقلاية الهوائية. بسم الله. طبعا هاي العجينة بنرجع بنستخدمها، بس لا تستخدموها دغري، ريحوها عجنوها بعدين رجعوا اشتغلوا فيها. بنحكي على هاي. هاي لازم اعجنها منيح وارجع اريحها هيك عشان ما تطلع معكم قاسية او ناشفة. وهلا صاج او صينية بحط لها ورق زبدة، بدهنها شوية زيت، تكون جاهزة لنحط فيها المعجنات تبعنا. هلا بالنسبة للسبانخ، انا بدي حشوة قليلة، هي برك هي مو فطاير. حط حشوة قليلة وبقفلها. هلا ملاحظة، إذا بدكم تشوها بالفرن ما في داعي لتستعملوا الخليط. هذا الخليط هو بيض وحليب، حطيت له شوية فانيلا وفلفل. هنقفل مباشر بهي الطريقة. اشتغل على مهلي لتبين معكم مع ضغطة بسيطة هون. هاي الحشوة بدخلها وبجيب هذا الجزء لهون
وهيك صار معي مثلث. بضغط ضغطة بسيطة على الجوانب وبقفل المثلث مظبوط. هيك بصير معي. نقطع العجينة كيف ما بدنا، ولكن أنا قطعت دوائر، قلت بشتغلها دوائر، ممكن تقطعوها مربعات، ممكن تكون مستطيلة كبيرة، ولكن لا توصل الفكرة. هلا هون لازم ادهن الجوانب لأنه طبقتين فوق بعض وبدي أقطعهم على القالب. هلا بدهن الخليط هذا على القطعتين. الحشوة ما بكتر، شوية حشوة أو حسب القالب اللي عندكم، فيكم تستخدموا القالب اللي بدكم إياه. وهي جبنة، ضغطة بسيطة. هلا بجيب القطعة الثانية مع ضغط الجوانب بهي الطريقة كرمال تقفل من كل الجهة. هذا القالب اللي معي، بسم الله، بضغط مظبوط وهيك النتيجة. وللأمان كمان بضغط الجوانب كرمال أقفلهم مظبوط. هلا كمان على الصينية. هلا بدهنهم بخليط البيض والحليب. هلا بالنسبة للسبانخ هعطيها سمة. هذا اللون بيطلع شوي أسود بالفرن، فما عندكم مشكلة، يعني بيطلع شوي غامق لأنه أصلا السماء غامق، ولكن موديله كتير حلو. وهي بعطيها خليط سمسم مع حبة البركة، هي اللي هي الدجاج والجبنة، بهي الطريقة. طبعا أنا ما عملت العجينة كلها، لسه معي عجينة ممكن أعملها حشوات كتير متعددة، دجاج ولحمة وجبنة، جبنة ولحمة، كتير أنواع ممكن تعملوها. هلا بعد ما خلصت لازم ترتاح العجينة حوالي ربع ساعة 3 ساعة قبل ما تدخل الفرن. رح أغطيها ويكون الفرن محمى مسبقا، شغال فوق وتحت على درجة حرارة عندكم. بنحطه على الرف الوسطاني تقريبا من 9 دقائق 10 دقائق حسب الفرن اللي عندكم. هلا بدي أغطيها وريحها وأرجيكم إياها. وهي وصل الذهب، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي على هالألوان ما شاء الله، يعني شوفوا لي هاللون. تمام، شوفوا لي هي اللي عملناها الدجاج. وهلا مشان تضل طريقة معكم، أول ما تطلع من الفرن دهنة زيت مباشر، هي بتملكن إياها لتاني يوم تضل طرية. هلا بالنسبة بدكم زيت زيتون، بدكم زيت أبيض، بالنسبة للسبانخ ما عندكم أي مشكلة، مباشرة بدهنها أول ما تطلع من الفرن. أنا بدي دوق، ولكن عم صور هذا الفيديو وأنا صايم، ولكن هلا بفتح لكم الرص تشوفوه من جوا. هذا معمول بزيت الزيتون الأصلي، شوفوا ما شاء الله. وانتم كمان من عندكم زبطوا لنا هذا الفيديو مثل ما عم نظبطكم، يعني بعطيه لحماتك بلا بأخلني، بعطيه لأمك، لأخواتك، لبنت حماكي، للصبايا اللي حواليكي. وإذا ما بدكم كل هاي اللبكة اللي صارت بهذا الفيديو وموجودين بالقاهرة، ما عليكم إلا تتواصلوا معي أو تتواصلوا مع الصفحة لتعرفوا شو منتجاتنا. بيوصلكم لباب بيتكم. عنا البرك والأنواع كلها والكبة بأنواع كلها وحتى المفرزات. رمضان كريم وسلام.